السلام عليكم يا أحلى متتبعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست صحتك في كوزينتك. اليوم ضيفنا مميز بزاف، حار وشخصيته قوية وما كيخطا حتى دار مغربية. رحبوا معايا بسي سكينجبير. أهلا سارة وأهلا بالجمهور، شكرا على الاستضافة. أنا سكينجبير، العرق اللي كيسخن العظام. أنا هو اللي كنعطي المذاق والحرارة للطياب، وليا هيبة كبيرة في المطبخ. تبارك الله عليك السي سكينجبير، ولكن كاينين ناس كيخافوا منك حيت حار شوية. شكون انت بالضبط؟ واش خضرة ولا فاكهة؟ أنا يا لالا سارة ماشي خضرة وماشي فاكهة، أنا جذور. كنكبر تحت الأرض وكنجي من بلدان بعيدة بحال الهند والصين، ولكن دابا راني في قلب كل دار مغربية. ايوا تشرفنا. ودابا قول لي، شنو هي الفوائد ديالك؟ علاش الناس كيبغيوك بزاف؟ شوف يا لالا، أنا دواء المعدة، اللي ضراه كرشو ولا فيه الردان أنا هو الحل. كنعاون في الهضم وكنجري على الغازات. وماشي غير هادشي، في وقت البرد أنا هو الشودير ديال الجسم، كنقوي المناعة وكنحارب الرواح والكحة. كاس ديال الحليب سكينجبير كيرد الروح. فعلا حنا المغاربه عزيز علينا نديروك في الطاجين والدجاج المحمر. فين كترتاح اكثر، في الطياب ولا في المشروبات؟ أنا الجوكر، كنجي مع الدجاج مع اللحم وحتى في العصير والحلوى، ولكن السر ديالي هو فاش كنكون طري ومحكوك، تما كتكون نكهة بصح. أما اليابس راه غير ديباناج. وكاين اللي كيقول باللي كطيح الوزن، واش هاد الشي بصح ولا غير اشاعه؟ معلوم بصح، أنا كنحرق الدهون. ونزيدك هادي، الناس اللي كيتزيروا في الطوموبيل ولا كيجيهم الدوخة ديال الصفر، غير يمضغوا طريه في صغير ديالي دقة ببطلة. زوين بزاف، ولكن واش كاين شي خطر منك؟ واش اي واحد يقدر ياكلك بلا قياس؟ ضروري من الحذر، الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده. الناس اللي عندهم حرقة المعدة بزاف ولا اللي كياخدوا دواء ديال جروات الدم خاصهم يستشروا الطبيب. أنا مجهد وكترتي تقدر دير القرحة. شكرا بزاف سي سكنجبير على هاد المعلومات القيمه، نورتينا اليوم. وانتوما يا احباب ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. بسلام عليكم.